السلام، معكم معتز وبلاتين. كيف عساكم طيبين؟ شمعلي. اذا كنت تشوف المقطع وما ضغط زر اللايك كسر زر اللايك، واذا ما مشترك في القناه اشترك في القناه عشان تصير من جيش البلاتينيين. هلا والله شباب. تعرف الواحد صايم ما في بارد طالع يصور لكم مقطع، يا سلام. بس ان شاء الله مقطعنا رهيب. هذا المقطع بتكلم فيه مثل ما شفته في العنوان، ليش اكره اصحاب التكاسي. هذه الفئه من الناس بيني وبينهم حقد دفين. خلونا ندخل في الدخل عشان نخلي الإثارة أكثر في المقطع. يا جماعة بيني وبين أصحاب التكاسي ذكريات ما حلوة، حاجات ما حلوة أبدا أبدا أبدا. طبعا بتقولوا ليش؟ وأي واحد صاحب تاكسي يشوف المقطع اعذرني على هذا الكلام. أوكي يعني شوف، ما أتكلم عن كل أصحاب التكاسي، لا، غالبتهم أو غالبتهم. هذه من وين ذي الكلمة؟ حين لما أنا أريد أبدأ أتكلم في هذا الموضوع أنا أصلا ما أعرف من وين أبدأ في الموضوع، من كثر ما الموضوع كبير يا شباب. طبعا كلكم عارفين أنه أغلب الحوادث يكون سببها تكاسي، وهذا شيء متعارف عليه أتوقع يمكن في كل مكان. وأتكلم بخصوص هنا في سلطنة عمان، غالبية الحوادث تكاسي. سيارة الأجرة، التاكسي، هم سبب الحوادث. كيف ليش فجأة تكون ماشي في أمان الله مثبت السرعة، ولو ما مثبت السرعة مثلا في الطرق العادية، نتكلم مثلا الشارع العام، أنت ماشي في حالك حال سبيلك، فجأة يطلع قدامك راعي تاكسي ويضرب بريك بدون سابق انذار، بدون إشارة. متى يضرب إشارة؟ يضرب إشارة لما خلاص يكون واقف. بالله عليكم هذا ويش معناه؟ لا، وبعد لما تريد تدعم وخلاص تيت على اساس انه هو اللي غلطان. لا والله انا غلطان، انا ماشي في طريقي، انا اللي غلطان. يعني انا اللي طلعت قدامك، ما انت اللي طلعت قدامي. واللي اكبر من هذا انك لو دعمته بيروحوا بيجيب الشرطه وبيقولوا انه انت اللي غلطان. يعني غالبا بيقولوا انت اللي غلطان انك انت اللي دعمته من الخلف. يعني هو بيخلي نفسه مسكين وهو اللي غلطان. بس يعني ما في كل الحالات. لكن يا شباب انا اتكلم عن حاجه واقع موجوده، اتوقع انه اغلبكم عارفين هذا الموضوع. هذه الفئة من الناس لازم يسووا لهم حاجة قانونية تكون تمنعهم من ذا الشيء. يعني انت كيف تطلع قدامي وانا ماسك شارعي؟ كيف تطلع قدامي وتضرب بريك؟ صح ان انا طالع الحين اتكلم في اليوتيوب، يعني صراحة شوية مضغوط عشان صايم، ما له دخل في شيء. في يوم من الايام كنا ماشيين حالنا حال سبيلنا. هذه القصة صارت لنا فعلا. كنا ماشيين حالنا بحال سبيلنا. شباب هذه سلسلة قصص رمضان بنخليها بطول شهر رمضان. فكنا ماشيين حالنا في حال سبيلنا، فجأة خلوني أتذكر الوقت كان صراحة وقت متأخر من الليل. يعني تقريبا فيكم تقولوا على الساعة 3 من الليل أو الساعة 2 من الليل، يعني وقت متأخر ما بعد منتصف الليل. فإحنا وش كنا طالعين يا جماعة؟ جيعانين، طالعين ندور أكل، نبغى نوكل. تعرفوا واحد صراحة يوم يكون جيعان ما له خلق شيء ويطلع يدور مطعم في نص الليل. والمنطقة اللي كنا فيها ما فيها مطاعم، أو المطاعم فيها قليلة، نادرا ما تحصل مطعم يفتح بالليل. فهذه المشكلة خلتنا ندور في هذا المكان، ندور. ونفس الشيء احنا ما حافظين المكان جديد علينا. وتعرفوا ليه؟ فجأة ندخل طريق، طبعا احنا ما عارفين الطريق هذا فيه راون سيد، او احنا ما المفروض ان ندخل راون سيد. طبعا هذه نقطة سلبية، بس احنا دخلنا واحنا كنا ما عارفين. يطلع علينا راعي تاكسي، طبعا هو جاي احنا رايحين، احنا روحتنا طبعا غلط. ويش صار؟ صاحب هذا التاكسي كل ماله يقرب علينا. بعدين بعد بلحظات كل ما شوي ويقرب احنا نبعد عنه وهو يقرب، راح ولحق السيارة اللي احنا فيها. ظل يلحقها ويمشي. طيب يا اخوي ابعد يا اخوي، انا جنبي اصحابي وصاحبي اللي يسوق. ابعد، انت تمشي في سيارتنا، انت لحقت سيارتنا، ابعد. لا، انتوا دعمتوني. عارفين الشو؟ فاهمين الشو اللي صار؟ انتوا اللي دعمتوني، انتوا داخلين غلط. طيب ابعد، بنخطف، بنتفاهم، خلنا نبرقن ونتفاهم. لا، انا بصور الرقم، انا بتصل على الشرطة. شايفين اللي يريد يخليك انت غلطان، يريد يخليك غلطان عشان هو اللي يكون اللي صح، عشان هو اللي يكسب، عشان يعني انا بطلع منكم فلوس غصبا من شاربكم. انا بطلع فلوس بس، وانتوا دعمتوني، انتوا داخلين غلط، انتوا اللي حقتوا سيارتي. ما اعرف اذا انتوا فاهمين السيناريو. احنا كذا وهو كذا،
ويدخل علينا على اساس ان نلحق سيارته بالغصب، يعني كأن احنا اللي غلطانين، وفوق ما احنا اصلا داخلين راونسين غلط. يعني كبر الموضوع جدا. حتى التكاسي اللي هناك صراحة في ناس زينين يجوا هناك يقولوا له يا فلان يا فلان، يعني احنا نقول لهم ان احنا جديدين على المكان، فيقولوا له يا فلان ذي جديدين على المكان ما يعرفوا في المكان، هو شكله واحد شوية كبير، يقولوا له ما يعرفوا في المكان، اول مرة يدخلوا هنا واصلا هم داخلين هذا الدخلة وما عارفين انها غلط. فقال لا هم اللي غلطانين، انا مالي دخل، انا ما اعرف ويش. شايفين اللي معند ويابس راسه وما يسمع هو كذا. حتى الشخص اللي كان يكلمه راعي التاكسي اللي كان يكلمه اللي برا كان يدافع عنه، وصراحة ذاك الشخص جدا انفعل وجدا تعصب وقال له انت ما فيك احترام للناس، كيف تغلط الناس والناس داخلة اول مرة وداخلة دخلة غلط. فالشخص هذاك جزاه الله خير كان يدافع عنه، بس هذاك معند وبعد لا مخلي الموضوع في راسه. وايش اللي صار في وسط هذيك الزحمة وانه هو يلحق السيارة؟ حاولنا ان نرجع، نزل من السيارة تخيلوا، فجلس ياخذ رقم السيارة، جينا نمشي على اساس ان نطلع ونبركن برا فجأة يرمي نفسه جنب السيارة. احنا نسمع صراخ، وش صاير؟ وطيت رجلي. ايش تريد؟ ايش فيه؟ ايش اللي صاير؟ تخيلوا كمية يعني ايش الشيء اللي وصلنا. ما اعرف، ما في المشكلة، ما في كلمة تعبر عن الموضوع اللي صار. كمية الوقاحة اللي تخليك انك تخلي رجلك تحت التاير على اساس ان احنا نوطاك. انتوا داخلين دخلة غلط، اوكي، انتوا لحقتوا سيارتي وطيتوا رجلي. ايش كمية التلفيق اللي يريد يلفقوا علينا يا شباب، والله العظيم. هذاك اليوم بغينا نطلع من دي السالفة، وانا اصلا انا ستيل اكره اصحاب التكاسي، اكرههم كره من الاول يعني. فما في زيادة انت تزيدني اياها في ذيك اللحظة. فوق ما انا اكرههم انت جالس تكرهني فيهم اكثر. يا حبيبي ايش تبغى؟ نسأله ايش تبغى؟ انت تبغى فلوس؟ يعني الحين تريد فلوس عشان تروح؟ جالس يتبلى علينا من لا شيء، تريد فلوس بنعطيك فلوس. فجلس اخر شيء يحلفنا ان احنا اول مرة ندخل المنطقة واحنا ما نعرف فيها شيء واحنا داخلين. حلفنا تحليف. اخر شيء قال انزين احنا قلنا خلاص من بعد هذه السالفة بيروح يشتكي. قول الحمد لله انه ذا الشخص راح في سبيل حاله بعد نزاعات وبعد كلام وبعد مواقف الله لا يراويكم اياها. وطبعا هذه سالفة من السوالف الكثيرة اللي صارت. انا لي مواقف صراحة عديدة جدا. حتى لما كنت الفترة اللي أدرس فيها في الكلية شخص ما عندي ليسن ولا عندي سيارة، فأوقات أضطر أني مثلا أرجع بتاكسي، والمسافة هذه تكون مسافة تتكلم عن 200 كيلو تقريبا، 200 كيلو متر، فأضطر أني أرجع في تاكسي. كمية المواقف البايخة اللي تصير لي خلتني أني أكره ذي الفئة من الناس، ما فيها شيء. وطبعا أنا أتكلم عن الأغلبية، لكن أعرف أنه في فئة مثلا داخلة عشان أنها تسترزق تحصل يعني قوت يومها، بس في ناس زينة وفي ناس لا. لكن أنا أقول لكم أنه غالبية ذي الفئة بكل أمانة لا، المفروض أنه يعملوا لهم قانون، يعملوا لهم شيء يحد من دي الأشياء اللي جالسة تصير. تحس انهم هم كذا لحالهم قانون، ان احنا على كيفنا، انا على كيفي اوقف في الشارع، انا على كيفي اهزئ في الناس، انا على كيفي انه الناس هم اللي غلطانين. يعني هو صاحب التاكسي ما يغلط، الناس اللي تسوق الثانية هي اللي غلطانة دائما. فبس يا شباب هذه السوالف، اول سالفة حلنا في رمضان عموما. يعني اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وزر الاشتراك ضروري، اغلب يدخل يشوف المقاطع وما يشترك. لا تنسوا تشتركوا واشوفكم في مقطع ثاني. السلام.